السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض الكسكسي بالطريقة المصرية. والوصفة دي ملهاش علاقة بالكسكسي المغربي أو الجزائري، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. التاني بيتعمل بالقمح، فيعني ملناش دعوة بالوصفة التانية. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل وصفتنا ازاي. معايا كوبايتين من الدقيق ونص كوباية من المية، حطيت فيها ربع معلقة من الملح وهدوب الملح في المية، وهي دي المية اللي انا هرشرش بيها على الدقيق. في الاصل الكسكسي بيتعمل بالغربال، وبتقعدي تبسي بقى في الدقيق كده مع المية لغاية لما يخرز منك. طبعا انا لا هستخدم غربال ولا منخل ولا الكلام ده خالص، انا هستخدم الخلاط العادي بتاع البيت عند كل الناس. تمام. ولو عندك كبة يا سلام بقى، يعني كانت هتبقى اجمل واجمل. هرشرش بقى شوية من المية كده واحط نص كمية الدقيق واضرب في الخلاط، اشغله زي ما انتوا شايفين كده. بيوزع بقى المية على حبيبات الدقيق، وطبعا بيعمل جوانب كده على حرف الخلاط زي ما انتوا شايفين تكتلات كده. هنزلها بالمعلقة واضرب تاني وهكذا لغاية لما اخلص الكمية بتاعتي. زي ما انت شايفة المية حطيها حبة بحبة، ما تحطهاش مرة واحدة علشان يجي يديكي النتيجة الجميلة دي. زي ما انتم شايفين حبيبات الدقيق كلها بدأت تتشرب من المية بالملح اللي احنا حاطينها مع بعض. زي ما انتم شايفين اهو، بصوا واحدة واحدة. نزل الجوانب كل شوية، انا فاتحة الخلاط عشان اوريكم. وخلصت الكمية بتاعتي كلها. ننزل بقى الدقيق بتاعنا ده على شاشة او قماشة بيضة، قطن. المهم تكون مسامها ضيقة عشان خاطر هنحطها في حمام بخار. تمام. هنسويها على البخار. هبدأ بقى احط كل كمية الدقيق بتاعتي. لو في شوية حبوب كده مكتلة معاكي هنضربهم علشان خاطر ايه، ما يبقاش عندي اي تكتلات قبل ما اسوي. اهو بيرجع تاني يتفتفت زي الفل مهما كان متكتل. كده خلصت الكمية، هحطها الشاشة زي ما انتم شايفين كده. بس قبل ما اقفل عليها الشاشة بوريكم اهو الدورق. هنضف بقى الدورق من الدقيق وهسيبه لان هستخدمه تاني بعد ما ينزل من على حمام البخار. هديله ضربة كمان عشان لو في اي تكتلات ولا حاجة بعد التسوية يبقى معايا النتيجة بتاعته حلوة جدا. خطوة بقى اختيارية هنعملها، تقدري تعمليها او براحتك. معلقة سمنة او معلقة من الزيت، زيت يكون نظيف وريحته حلوة، او معلقة من السمنة البلدي اللي انت عايزاه. انا هعمله بعد التسوية طبعا، بيتعمل بسمنة وكده، بس انا دي قبل ما اسوي على البخار علشان خاطر تمنع لي حبيبات الدقيق ان هي تتلزق في بعضها او تخليها يبقى فيها اي تكتلات. تمام. تقدري تستغني عن الخطوة دي تماما، ما تعمليهاش، وحطي الدقيق كده بالشكل ده على حمام البخار. يلا ونسوي مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هقفل عليه بقى الشاشة بتاعتي، وهكون حاطة على النار حلة بتغلي فيها مية وعليها مصفى. المهم المصفى ما تلمسش المية من تحت علشان ما تبقاش مبلولة. امسحي المصفى كده بمنديل ولا حاجة قبل ما تحطي الشاشة بتاعتك علشان ما تتبلش ولا يكون فيها يوصل له اي مية. انا مش عايزاه يوصل له اي مية، انا عايزاه يستوي على البخار. هغطي المصفى دي بقى بغطا، وياريت يكون محكم كده ما يكونش فيه اي فراغات. حاولي تستخدمي حلة وصينية يكونوا على مقاس بعض بحيث ما يبقاش فيه اي فراغ ما بينهم، وتقدري تستفيدي بكمية البخار كلها. مش هياخد ربع ساعة على النار بالكتير قوي، يعني 10 دقايق ربع ساعة، لان الكمية صغيرة. لو كمية اكبر بياخد وقت اكبر طبعا، او بتسويه على مراحل. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما نزل فضيته من الشاشة وخدت الحتت اللي هي الكبيرة دي. طبعا اقدر افركها بايدي وكل حاجة، بس تسهيلا للوقت انا هديله ضربة في الخلاط علشان خاطر يفك مني كله مرة واحدة، وما اقعدش ايه يعني اتعب نفسي بقى في ان انا اقعد افرك بايدي والكلام ده. بصوا في الخلاط ما شاء الله زي الفل، بيتعمل في ثواني وهو مستوي اصلا. بصوا ما شاء الله حلو قوي قوي، نتيجته تحفة. الحباية كده بتاعت الدقيق نفشت كده واستوت زي ما انتم شايفين.
النتيجة بتاعته رائعة، مخدش وقت خالص كده. ده الكسكسي معاكي الخام، تقدري تحطيه في اكياس بقى وتخزنيه عندك في الفريزر او في التلاجة براحتك. وقت ما تحبي تاكليه، ما بيتعنش بسمنة، وهو بيتعان كده سادة. طيب لو انا هعمله بقى دلوقتي علشان ناكل منه، انا خدت الكمية اللي انا هسويها دلوقتي وهقدمها، حطيت عليها معلقة سمنة بلدي حلوة كده، وهفركها كده بايديا زي ما انتوا شايفين، بحيث كل حبيبات الكسكسي تتشرب منها. وهجيب بقى الوك بتاعتي على النار، حطيت فيها معلقة زبدة او سمنة بلدي براحتك، وهنزل بقى معلقة معلقتين على حسب الكمية اللي انتي بتسويها. يعني أنا عاملة طبق صغير فحطيت معلقتين زبدة بس. هقلب بقى الكسكسي في الزبدة كده زي ما انتوا شايفين، النار ما تكونش عالية قوي، لغاية ما كل الحبيبات تتشربوا كده زي ما انتوا شايفين. يبقى كده استوى وبينفش كده وبياخد طعم السمنة البلدي الجميل. نزلت بمعلقة كبيرة من السكر البودرة، وهقلب برضو. ده طريقة التقديم الحلو. تقدري تعمليه حادق مع شوربة بصل كده وبط بقى وحاجات كده، يعني بيبقى طعمه جميل برضو. نزلت بشوية من المكسرات المطحونة وهقلب. انا عايزة كل ده يتداخل جوه طعم الكسكسي، ومعلقة من جوز الهند، وقلبته مع بعض كله كده. وبعد كده بقى ايه، لما اجي اقدم هزين بقى الوش بشوية من المكسرات وجوز الهند، ورش من السكر البودرة تاني لو عايزين، لان انا حاطة كمية بسيطة. بيبقى بالشكل ده. بصوا طعمه وهمي جدا يا جماعة، حلو قوي قوي، هيعجبكم. تعمل في سهولة، ولو عندك كبة هيسهل عليكي خالص، هتحطي فيها كوبايتين الدقيق مرة واحدة، وممكن تعملي كيلو كمان. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة بتشوفوني، وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. وما تنسوش المقادير كلها بكتبها لكم في صندوق الوصف، اضغطوا مرتين على العنوان وبعدين المزيد هنجيب لكم كل تفاصيل الوصفة والمقادير، وكمان لينك القناة لو حابين تشوفوا وصفات اكتر، ولينك جروب الفيسبوك شرفوني عليه. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. السلام عليكم.